لو بقالك شهور بتتعلم برمجه ولسه مش بتكسب فلوس لغايه دلوقتي، فالمشكله مش في الكود خالص. تعال اقول لك المشكله في ايه. اول مشكله عندك ان انت بتتعلم فعلا بس مش بتطبق على اللي انت بتتعلمه. بتخلص الكورس وبتعمل نفس المشاريع اللي فيه بالظبط وبعد كده بتقف، ما بتكملش ان انت تشتغل على نفسك مشاريع تانية خالص، لكن عمرك ما اشتغلت لوحدك على مشروع من الصفر. تاني مشكله وهي ان البورتفوليو بتاعك بيكون ضعيف، سواء كان على جيت هاب او انت كنت عامل بورتفوليو خاص لنفسك، لانك معظم المشاريع اللي بتحطها فيه اي حد مبتدئ بيكون عاملها، زي بروجكت التو دو ليست او الاذر اب. ده معظم الناس في البدايه بيعملوها عشان يتعلموا فيها، بس انت لازم بعد ما تتعلم تبدا ان انت تعمل بروجكت كبير وتقيل لوحدك من الصفر، زي اي كوميرس كامل بكل الفيتشر اللي فيه. يبقى فيه الاد تو كارد، يبقى فيه الويش ليست، يبقى فيه اللوجن، يبقى فيه كل الفيتشر اللي بتشتغل فعلا في اي كوميرس حقيقي معمول. او تبدا ان انت تعمل موقع بلوج او اي موقع يكون فيه فيتشرز معموله حقيقيه. طيب في حاجه مهمه جدا لازم تعملها قبل ما تبدا ان انت تبني مشروع من الصفر من دماغك، وهي ان انت لازم تعمل مشاريع ورا ناس الاول. يعني ايه؟ بتفتح اليوتيوب وتبدا تدور على بروجكتس مثلا لرياكت او النكست دوت جي اس، تبدا ان انت تشتغل وراه. بتلاقي الفيديو مثلا ساعتين او 3، انت ممكن حرفيا تقعد فيه اسبوع، بس ده كله هيأهلك ان انت تيجي بعد اكتر من كذا مشروع تقدر ان انت يكون عندك ستراكشر تبدا تبني بيه الكود من الصفر لوحدك. انا احمد سمير، فول ستاك ديفلوبر وانستراكتور فول ستاك. لو عجبك الفيديو لايك وفولو.